السلام عليكم. انتهت مباراة الزمالك والمصري بنتيجة 3-0 لصالح نادي الزمالك. المباراة التي لم يقدم فيها شيء نادي المصري بقيادة التونسي نبيل الكوكي اللي نزل عمر الساعي في الدقيقة 62 وهو مغلوب 1-0. يعني انت عمر الساعي ده يعني افضل لاعب عندك في المصري، مفيش حد يتقارن بعمر الساعي عندك في التيم كله. تقوم انت تنزله في الشوط الثاني وفي الدقيقه 62، المفروض الراجل ده يلعب اصلا اساسي يعني. فالماتش النهارده لم يقدم اي شيء لها علاقه بكره القدم. المصري المستسلم تماما امام الزمالك، ما شاطوش غير كوره واحده بس في ال90 دقيقه على مرمى نادي الزمالك، مع ان الزمالك يعني مع الضغط العالي بيرتبك ودفاعه بيحصل فيه يعني خمول، وبيحصل فيه ارتباك كبير جدا، ومن الممكن ان انت تسجل عليه اهداف. يعني نادي الزمالك الدفاع بتاعه مش احسن حاجه، ولكن فين هي الفرقه اللي تقدر تعمل كده قدام الزمالك؟ عشان الزمالك لسه ما قابلش الفرقه اللي عندها القدره الهجوميه ان هي تعمل كده. يعني نادي الزمالك لسه لم يختبر حتى الان الاختبار الحقيقي. فرحة كبيرة جدا لجمهور نادي الزمالك بالثلاث نقاط والثلاث أهداف أمام المصري الهزيل، المصري المستسلم تماما، وكأنهم حصلوا على بطولة الدوري المصري الممتاز بعد 6 مباريات فقط من بداية مشوار الدوري المصري الممتاز بالنظام الجديد. الزمالك لعب 6 ماتشات، في المركز الأول ب 13 نقطة، في المركز الثاني المصري ب 11 نقطة، لعب برضه 6 مباريات. النادي الأهلي في المركز ال 15 لعب 4 ماتشات معاه 5 نقاط فقط. يعني النادي الأهلي لسه باقيله ماتشين عشان يوصل لل6 ماتشات اللي لعبهم نادي الزمالك. وطبعا لسه الدوري طويل جدا، لسه في الجولة الأولى 17 مباراة من 4 ماتشات. يعني النادي الاهلي فاضل له لسه 13 مباراه في الجوله الاولى فقط، وفي الجوله الثانيه هيبقى ان شاء الله 9 مباريات اخرى، يعني باجمالي 26 مباراه في الدوري الممتاز كله. يعني كل فرقه بتلعب 26 مباراه، 17 في الدور الاول و9 في الدور الثاني، عشان الدور الثاني بتتقسم مجموعتين، مجموعة الأولى 9 فرق والمجموعة الثانية 9 فرق برضه. طيب يعني النادي الأهلي لعب 4 مباريات، لسه متبقي له إنبي غدا إن شاء الله، وسيراميكا كليوباترا يوم 19، وحرس الحدود يوم 23، ومباراة الديربي يوم 29 سبتمبر. طيب نادي الزمالك على الجانب الآخر فاضل له الإسماعيلي والجونة والنادي الأهلي، فيما معناه ان النادي الاهلي لو كسب ال4 مباريات اللي جايين، بدايتهم من بكره انبي، بعد كده سيراميكا، بعد كده حرس الحدود والزمالك، هيبقى معاه هيجمع 12 نقطة، اذا هيبقى عنده 17 نقطة. طيب نادي الزمالك لو احنا قلنا ان هو فاز المباراتين الجايين ان شاء الله، الاسماعيلي والجونه، هيبقى معاه 6 نقاط. طيب 6 نقاط وهيتجلب باذن الله، باذن الله تعالى هيتجلب من النادي الاهلي يوم 29، فهيفقد ال3 نقاط بتوع الماتش دول، هيبقى معاه 19 نقطة إجمالي، 6 و13 19، يعني هيبقى فارق فقط نقطتين. يعني النادي الأهلي هيبقى فارق نقطتين فقط من المركز الأول اللي هو نادي الزمالك. ده لو الزمالك فاز على الإسماعيلي والجونة، ده يعني الله أعلم. ونادي الاهلي عنده انبي وسيراميكا وحرس الحدود والزمالك، ان شاء الله هيجمع من الماتشات دي كلها 12 نقطه، فهيبقى الفرق بس يعني نقطتين فقط عن المركز الاول. ولسه طبعا الدوري طويل ونفس طويل، هو اللي هياخد الدوري في النهايه، وده اللي معودنا عليه النادي الاهلي. طيب ده بالنسبه لمباريات الدوري المصري الممتاز. ان شاء الله عندنا بكره النادي الاهلي هيلعب مع انبي باذن الله تعالى. طيب نتكلم بقى عن قائمه النادي الاهلي غدا امام
انبي. مباراة الاهلي غدا ان شاء الله الساعة 8 مساء يبقى فيها الشناوي، شوبير، سيحة. اخيرا الراجل اللي هيبقى في القايمة. يعني النحاس الصراحة، يعني النحاس بالنسبة لنا احسن من اي مدرب اجنبي. حافظ الفرقة، عارف الامكانيات اللي معاه، يعني عارف ده بيلعب ازاي، ده بيلعب فين، ده هيأدي وده مش هيأدي. حافظ اللعيبة، تحس ان هو يعني اللي احنا بنقوله كجماهير هو بيعمله، لان احنا اكتر ناس حافظين الفرقه بتاعتنا وحافظين اللعيبه. يعني والدليل على كده ان اخر 6 ماتشات في الدوري الموسم اللي فات فازوا من الراجل وخدنا الدوري بفرق نقطه. فده اكبر دليل على ان النحاس حافظ الفرقه كويس جدا، وبيعرف يدير المباريات في الدوري المصري. غير طبعا المدرب الاجنبي اللي لسه هيجي هيعرف ده، طب لسه هيتعرف على ده، طب لسه لا. احنا عايزين واحد يشتغل معانا على طول زي النحاس. وليه لا النحاس ما يكملش لنهايه الموسم؟ ايه المشكله يعني؟ يعني انا كان من رايي اصلا ان هو يكمل الموسم اللي فات ويروح كاس العالم ويلعب. تقول لي اصل احنا عايزين مدرب عالمي يبقى عارف اللعيبه اللي موجوده في كاس العالم. ما هو المدرب ممكن يكون عارف الخصم بس مش عارف الامكانيات اللي معاه اللي تحت ايديه. يعني اهم حاجه تكون انت عارف امكانيه اللاعب اللي انت هتلاعبه اللي موجود معاك في الفرقه، يبقى انت عارف هتشتغل بيه ازاي. لكن الخصم كده كده انت هتتعرف عليه، هتتفرج عليه زيك زي الجريب. يعني الاجنبي هيجي هيبقى عارف الفرقه دي يعني عارفها ومعاشرها؟ لا، ما اكيد هيتفرج برضه وهيعرف الفرقه دي بتلعب ازاي، اللاعب ده بيعمل ايه. هتتعرف عليه زي مدرب المحلي هيتعرف على الفرقه اللي قدامه. لكن الاهم ان انت تكون عارف اللعيبه اللي تحت ايديك بتلعب ازاي وبتلعب فين وهتلعب امتى وامكانياتها عامله ازاي، وده اللي النحاس اكيد 100% عارفه وحافظه كويس جدا. طيب نتكلم على القايمه بكره. قلنا الشناوي وشوبير وسيحه. اخيرا الراجل هيلعب. ما احنا يعني جايبينه ليه؟ اكيد عشان نشوفه هيلعب ويشارك. ايه المشكله يعني؟ سيحة، ياسين، بيكهام، بن رمضان، تريزيجيه، احمد رضا، جراديشار، شريف، مروان، الشحات، بن شرقي، قفشه، العش، امام، ديانج، زيزو، طاهر، هاني، وكوكا. طيب وان شاء الله باذن الله نشوف عبد القادر يعني باذن الله في القائمه في المباريات القادمه. باذن الله هنتكلم ان شاء الله في الفيديو ده كمان عن عبد القادر وتفاصيل هامه جدا. بالتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي غدا ونحصد ال3 نقاط. طيب نروح للخطيب بقى والجلسة اللي كانت في الساحل الشمالي. وفقا للإعلامي والصحفي والناقد الرياضي أبو المعاطي، أظهر حاجات يعني تفاصيل مهمة جدا، وفعلا تبينت في الآخر إن الكلام ده فعلا بجد. ويعني رسميا كان في إعلان على صفحة النادي الأهلي بالكلام ده. طيب إيه اللي حصل؟ الجلسه اللي كانت مع الخطيب زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات، ان كان في جلسه مع الخطيب في الساحل الشمالي من اعضاء لجنه الحكماء حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد وعضو لجنه الحكماء داخل النادي الاهلي، وجمال الجرحي عضو لجنه الحكماء ايضا ورجل الاعمال المشهور وصديق الخطيب المقرب. قالوا له ان لائحه النظام الاساسي هتتغير يوم الجمعه المقبله، واللائحه دي اللي انت اللي كنت عاملها بنفسك، ولازم ان انت تكون موجود وحضورك مهم جدا امام اعضاء الجمعيه العموميه عشان تناقش هذه اللائحه. وانت يعني وجودك هيكون مهم جدا عشان الجمعيه العموميه اعضائها كلهم يكونوا كاملين وحاضرين كلهم خلال هذا او خلال هذه الدعوه لتغيير اللائحه. فتخوف الخطيب من عدم حضور كامل لاعضاء الجمعيه العموميه، ولكن لم يصرح، ما قالش انا هاجي او مش هاجي. فهم قالوا له انت رئيس النادي، وجودك هام جدا ولازم تكون حاضر، مستنيين ردك عشان تحضر هذا العرس وهذه الدعوة لتغيير اللائحة اللي انت بنفسك عملتها. وده هيدي استقرار اكتر للنادي. فهو من المفترض كان الخطيب على كلام الاعلامي والصحفي والناقد الرياضي ابو المعاطي زكي ان هو المفروض كان هيسافر اوروبا، بس ما حددش امتى، او دبي او يروح يعمل عمره زي ما كان يعني بيقول. ولكن امتى بالظبط مش عارفين. قالوا له اوعى تحجز تذكره واوعى تسيب النادي الاهلي
في هذه الأوقات الحرجة، وحضورك هيكون مهم جدا خلال هذا العرس وخلال هذه التغييرات المهمة في الوقت الحالي. طيب، فعلا جاء الرد السريع. النهارده شفنا يعني منشور او خطاب نزله النادي الاهلي على الصفحه الرسميه، بيقول إيه بقى: رساله الخطيب لاعضاء الجمعيه العموميه للاهلي. وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي رساله لاعضاء الجمعيه العموميه للاهلي، ناشدهم فيها بضروره الحرص على حضور الاجتماع الخاص للجمعيه يوم الجمعه المقبل للتصويت على تعديلات لائحه النظام الاساسي للنادي بعد صدور قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025، وأكد على ثقته الكبيرة في أعضاء الأهلي الذين لم يتأخروا يوما عن تلبية نداء ناديهم. يعني فعلا الكلام مظبوط، كان متخوف من عدم حضور جميع أعضاء الجمعية العمومية. طيب، أكمل لا سيما وأن حضور هذه المرة يمثل أهمية كبرى للمشاركة في رسم مستقبل النادي واعتماد لائحته الخاصة، وأشار إلى أنه سوف يكون في مقدمة الحضور. يعني وافق الخطيب الحمد لله أن هو يجي يحضر هذه التغييرات المهمة في اللائحة الأساسية للنادي الأهلي. هنا قال لك وأشار إلى أنه سوف يكون في مقدمة الحضور، خاصة وأن الأمر يتعلق بمستقبل النادي واستقراره والحفاظ على مسيرته. حاجة مهمة جدا وخبر يفرح كل جماهير النادي الأهلي بحضور الخطيب لهذا العرس وهذا التغيير الهام في تاريخ النادي الأهلي. وأعتقد أن الخطيب لما يحضر لن يصمد الخطيب أمام 10,000 ولا 12,000 بيطالبوه بالرجوع وتراجعه عن قرار عدم ترشحه. أعتقد أن الخطيب لن يصمد أمام هذا العدد الكبير اللي هيحضر يوم الجمعة إن شاء الله بمطالبته بالتراجع عن هذا القرار. نشرت الصفحة الرئيسية للنادي الأهلي برضو أن الأهلي يوفر حزمة خدمات للأعضاء في اجتماع الجمعية العمومية. هيبقى كرنفال بقى، يعني النادي الأهلي موسع الموضوع وعامل خدمات كويسة جدا في اليوم ده. أعلنت إدارة النادي عن توفير مجموعة من الخدمات التنظيمية المتميزة التي سيتم تقديمها لأعضاء الجمعية العمومية يوم الجمعة المقبل 19 سبتمبر خلال الاجتماع الخاص للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي. تهدف هذه الترتيبات إلى ضمان راحة الأعضاء وتسهيل مشاركتهم في عملية التصويت، وتشمل تعليق كشوف العضوية في أماكن بارزة للتيسير على الأعضاء لمعرفة رقم اللجنة لكل عضو، وتخصيص نقاط استعلام داخل المقر لتقديم المساعدة والرد على أي استفسارات خاصة بعملية التصويت أو التنظيم، وتوفير سيارات جولف. يا سلام، بالأهلي صارف ومكلف. وتوفير سيارات جولف لنقل الأعضاء بين بوابات النادي وأماكن التصويت لتجنب أي مشقة في التنقل، وتأجير جراشات الأوبرا والمعلمين وحي غرب بجوار النادي لخدمة الأعضاء مجانا طوال فترة انعقاد الجمعية. يأتي ذلك في إطار حرص النادي الأهلي على توفير أقصى درجات التنظيم والراحة لأعضاء الجمعية العمومية في يوم مهم للمشاركة في رسم مستقبل النادي الأهلي. يا سلام على النادي الأهلي والخدمات اللي مقدمها لأعضاء الجمعية العمومية في هذا الاجتماع اللي بيقولوا عليه رسم مستقبل النادي. طيب، يبقى كده إن شاء الله الخطيب يوم 19 هيحضر هذا الاجتماع الهام في تغيير لائحة النادي الأهلي. وزي ما قلت لكم إن شاء الله الناس كلها والألفات اللي هتكون موجودة في هذا الاجتماع 100% هيطالبوا الخطيب بالتراجع عن هذا القرار بعدم ترشحه مرة أخرى إلى رئاسة النادي الأهلي. طيب،
نتكلم عن ابرز الاسماء المرشحه لرئاسه النادي الاهلي. هنقول مين؟ محمود طاهر. محمود طاهر كان من ضمن الاسماء اللي كانت مطروحه، وكانوا بيقولوا يعني معظم الناس بتقول ان هو هيترشح. طب هو هيترشح ولا مش هيترشح؟ على موقع يلا كوره اوضحوا هذا الموضوع، واعتقد يعني ان مصادرهم صادقه. قال ان في ضغوطات يتعرض لها محمود طاهر لترشحه لرئاسه النادي الاهلي، ولكن طاهر ليس لديه رغبه حتى هذه اللحظه من اجل الترشح لسببين. ايه هما السببين؟ مش سببين حقيقيين، يعني مش اسباب مجهوله، ولكن الناس كلها عارفاها يعني. السبب الاول هو خضوعه لعمليه جراحيه منذ فتره قريبه. السبب الثاني له ظروف اسريه تعرض لها في الفترة الماضية، وتحديدا بعد وفاة نجله في أغسطس 2024 تقريبا من سنة. فكده بالنسبة لمحمود طاهر أوت، مش هترشح للأسباب اللي أنا سردتها من شوية. طيب الأقرب بقى، الأقرب هو المهندس ياسين منصور. مهندس ياسين منصور داخل وبقوة. قال إنه يعني هو قال قبل كده إن هو مش هترشح للانتخابات، ولكن هو قال كده في وجود كابتن محمود الخطيب، على أساس إن الخطيب هينزل انتخابات. ولكن لما الخطيب مش هينزل انتخابات هيضطر ان هو ينزل. يعني كده كده الخطيب قال لك انا مش نازل، وده كان السبب في عدم خوضه للانتخابات. ولكن بعدما خرج الخطيب من هذا السباق ومن هذه الانتخابات، مهندس ياسين منصور هيخش ويترشح، وبدأ بالفعل ان هو يعني يشوف قائمته او يجهز قائمته. وفي اخبار بتقول ان سيد عبد الحفيظ هيبقى عضو في هذا المجلس او في مجلس ادارته. يعني وده يعني دي حاجه كويسه. يعني لو الخبر ده بجد ان سيد عبد الحفيظ هيكون عضو في مجلس اداره المهندس ياسين منصور، فدي حاجه هتبقى كويسه جدا. وفي مصادر بتقول ان الجمعيه العموميه يعني عايزه وجوده وبشده، المهندس ياسين منصور. مش عارفين ايه اللي هيحصل، منتظرين لسه الاخبار الرسميه. طيب نتكلم بقى عن عبد القادر. وفي نيه كبيره جدا داخل النادي الاهلي، خاصه وليد صلاح الدين والنحاس تجديد عقد عبد القادر، وهم يعلمون جيدا قدراته وامكانياته داخل الملعب. عشان كده هم عايزين وناويين ان شاء الله ان هم يجددوا عقده. زي ما قلت لكم ان وليد صلاح الدين قعد مع عبد القادر وقال له انت خلاص هتبدا ان انت تتمرن واشتغل على نفسك، وعايزينك ان انت بقى تبين نفسك وتورينا قدراتك بقى زي زمان، ولو انت فعلا يعني متميز هتلعب على اي حد داخل الملعب، وانت احنا واثقين فيك وشجعوا الصراحه. ويعني حتى في فيديو ليه حوالي 14 ثانيه لسه نازل من كام ساعه على صفحه النادي الاهلي، يعني لعبد القادر بس، يعني بيعملوا شو ليه مهارات مش عارف ايه الكلام ده، فيديو بسيط كده. فده دليل برضو ان النادي الاهلي عايز خلاص يرجعه تاني للنجوميه، ويبدا يشاركوا بقى في قوائم النادي الاهلي في مشاركات في المباريات القادمه. فهم كده كده قالوا يناير خلاص قرب، والراجل بدل ما كان بيقول انا هروح الزمالك، او ممكن ان احنا نتفاجئ ان هو راح الزمالك، وهو اصلا كده كده يعني سنه مش كبير وعنده مهارات كويسه جدا، فليه لا ان احنا نستفيد بيه في النادي الاهلي. في نهايه الفيديو يا اصدقائي ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله استنوني الفيديو القادم باخبار هامه جدا. اشوفكم في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمه الله.